السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع احمد ايهاب. خلص ماتش الزمالك وبروكسي. بروكسي اللي بيلعب في الممتاز ب دوري الدرجة، يعتبر اللي هو الدرجة الثالثة يعني. ماتش الصراحة الواحد كان متوقع ان هو الزمالك وبروكسي، فالزمالك هينزل هيخلص الماتش يعني. ولكن الزمالك نزل بتشكيلة غريبة وعجيبة، خلت ان بروكسي الصراحة تستحوذ على المباراة كاملة لحد التبديلات او الشوط الاول والشوط الثاني كذلك. مدرب الزمالك حاول يخش يعدل في الماتش. آه، اصلا انا ما كنتش فاهم هو ليه بدا متاخر، اصلا بدا بالتشكيل غلط ده من الاول. وفي نفس الوقت لعيبه بروكسي الصراحه اداء فني ومهاري وتكتيكي وخططي وكل حاجه وبدني، كل حاجه زي ما انت عايز تقول قول. لعيبه وافراد عايزين يعملوا كل حاجه للفريق اللي هم بيلعبوا له. ماتش ممتع جدا. الزمالك بدأ بتشكيل بمحمد محمد عواد، حاتم سكر وحمزه المسلوسي باكات، حسام عبد المجيد وشبانه اثنين مدافعين، قدامهم رؤى وسيف جعفر وكان دونجا تلاتة خط وسط، وكان سيد نيمار على اليمين وسامسون راس حربه، والناحيه الثانيه سيف يوسف اسامه نبيه. آه، يعني سيد نيمار ايه اللي هو عمله؟ ما فيش اي حاجه، ما فيش اي اضافه عمل. هذا السامسون فعلا، هذا السامسون عمل ايه ولا الهوا؟ الناحيه الثانيه يوسف اسامه نبيه ما ظهرش. الماتش بدا بضغط واستحواذ من نادي بروكسي على المباراه وسيطره خط الوسط جباره. مصطفى حماده خد الكوره من النص ملعب من ناحيه الشمال، ومن ناحيه الشمال يعني بتاعت بروكسي، ومن ناحيه اليمين اللي بتاعت ناحيه حمزه المسلوسي ناحيه الزمالك. سبرنت جامد ورقص كل اللي قبله وحطوا الاوفر. استهتار، ثقه زياده، او مثلا حركه مش متوقع ان في واحد مكمل في ظهره، ما عملش سكان لظهره. حاتم سكر ايه اللي اللاعب قطع في ظهره؟ طبعا حاتم رايحه بصدره، حط جون في الدقيقه السادسه، حط جون في الدقيقه السادسه. جون الصراحه يعني شجع لعيبه بروكسي ان هو الماتش يطلع كل اللي عندهم. واستمر هذا الحال من بروكسي، والزمالك حاول يرجع للمباراه في كوره كده اتلعبت تسديده من دونجا. يوسف اسامه حولها في المباراه، جت جنب القايم ما فيش 2 سم يعني. تقريبا دي كانت اخطر هجمه لنادي الزمالك. غير بقى طبعا ان الحارس بتاع بروكسي الصراحه كان اسوأ حاجه فيه ان هو بيقع كتير. يعني هو حارس كان مستوى فني مثلا كويس هيجي منه، بس بيقع كتير فخلى اللي يكون بيتفرج، انا كاهلاوي بتفرج اصلا انا متضايق من المنظر. وكذلك يعني احنا لسه بنقول الاهلي في الدقيقه 12 ولا 15 في باك وقع. ايه يا عم؟ ده انت لو بتلعب كره شوارع مش يعني لياقتك هتسعفك، مش هتقع في اول 15 دقيقه يعني. وارد عبد الرازق اتعامل كويس في الشويه دولت، وما يعني ما حاولش يطلع انذارات بدري لحد ما اتنين لعيبه من الزمالك اعترضوا عليه فطلع لهم انذارات. لحد الدقيقه 43 ركنيه. طبعا هي ده بقى قله في وعي من لعيبه بروكسي. يعني هو في ركنيه بتتلعب في واحد واقف على بوز 18، طبيعي انك في واحد بيروح معاه او واحد بيرحل ناحيته. لا ده هم كلهم ضموا وسابوا حاتم سكر لوحده اللي استلم الكوره وجون. ولا اجمل ولا امتع ولا اروع جون. بص، الجون ده مثلا لو حد صراحه اللي جابه صراحه جاب زيه في تشيلسي طبلنا له. ده جون اي حد هيجيبه لازم نطبل له. يعني استلم وبشماله في البعيده فيها سويرف حاجه في العارضه ودخلت. طبعا اسمه فرج حارس اللي هو محمد فرج ده بص على الكوره وهيعمل ايه؟ صعب عليه خالص. وخلص الشوط الاول 1-1 بنتيجه يعتبر مفاجاه. فانت الواحد قال اللي هو في الشوط الثاني خلاص الزمالك هينزل فايق. الزمالك فعلا نزل الزمالك بقى نزل في الشوط الثاني بنضاي وشيكابالا وسيف الدين الجزيري، وعمل تغييرات كتير قوي في الملعب يعني. عما بداوا ينسجموا في المباراه كان بروكس ضيع كره في العارضه اوفر جامد جدا من احمد فهيم، اللي بالمناسبه احمد فهيم ومصطفى حماده الاثنين مش كلام اصلا بياخدوا نص مليون جنيه، يفلقوا 6 من شيكابالا بمستوى الحالي يعني كل الاحترام ليه، مع 10 من نضاي. العيال عندها مهارات و20000 من سامسون. هذا السامسون ايه؟ هذا السامسون ايه؟ السامسون ده يا جماعه بجد والله العظيم لاعب مستواه متواضع جدا يعني بدون اي يعني فاهم، متواضع جدا لاقصى درجه. فيش يعني الصراحه بقى الاثنين دول حتى لو تشوف احمد فهيم مثلا هو بيخش مع نضاي، لا ده هو بياكل نضاي ويعدي، بياكل اي حد ويعدي. شوف نضاي مفيش. تيجي تبص مثلا في الناحيه الثانيه مصطفى حماده
ده كان مشكل خطوره كبيره جدا لحد ما خرج. بعد الكره جت في القايم، في جمله اتلعبت جاب منها ركله الجزاء، مفيش اجمل من كده. باص 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 باص، واحد الكعب، واحد شال شاط بوش رجله، عواد يطلع، مصطفى حماده بيكمل على الكوره، شنكله ركله جزاء صحيحه مليون في الميه. دخل احمد جمعه سدد هدف التقدم، بقى 2-1. والزمالك حتى الان يعتبر ما جاش، مفيش اي حاجه بيعملها خالص. بعدها مباشره انفراد تاني من اللاعب رقم 11، فتح السبرنت الجميل وطلع، مدافع الزمالك حسام عبد المجيد شده شده واضحه قدام وليد عبد الرازق، قدامه اللي هيتحاسب وهيموت قدام عينيه بالظبط. العب 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 يا بايه، الكوره ركله جزاء، قال لك العب العب. يخاف يحسب ركلتين جزاء، مع انها والله ركله جزاء لو سالت اي زملكاوي يقول لك صحيحه مليون في الميه. والزمالك استفاد من الاخطاء التحكيميه. طبعا ما اتحسبتش. الزمالك قدر يعود بنزول مصطفى شلبي، الصراحه عمل اداء كويس، ما كانت اوفرات، لعب اوفر جميل جدا. في اللحظه دي بقى المدافع بتاع بروكس كان بره، واقف بيحتال الحكم، يا جدع نزلني يا حكم نزلني. هو يستاهل الصراحه لانه هو كان بيدعي الاصابه، فهو يستاهل. بس وقف على الخط عمال يحتال على الحكم، اما كانت الكوره الناحيه الثانيه ما نزلش الا بعد ما الهجمه خلصت. مع ان الطبيعي الكوره طالما بعيده عن المكان اللي اللاعب بينزل منه خلاص بينزل عادي. ما نزلش الا بعد ما الكره دخلت جون وبقى 2-2. بروكس عمل هجمات كتير خطيره جدا، ولكن للاسف بدون اي فعاليه. يعني منها كوره صراحه عامل واحده مرتده نموذجيه، بقى عدد من الباصات اللي اتحطت بالعرض اللي طلعت قبل ما توصل لرجل راس الحربه بتاع بروكسي. لعبنا شوط اضافيه، الزمالك قدر يسجل الهدف الثالث. سيف الدين جزير الصراحه اللياقه بقى بتاعت بروكسي اصلا خلاص، بدنيا كانوا قلوا خالص، ما كانوش لاحقين يجروا في الشوط الاول الاضافي. هما الزمالك استغل النقطه ديت وقدر يحرز الهدف من سيف الدين الجزيري بعرضيه جميله جدا من مصطفى شلبي، خدها مره واحده في الجول. جدير بالذكر ان شيكابالا حاول ياخد يعني اللقطات بقى اللي الواحد يقف عن اللقطه بتاعت شيكابالا اللي طلب فيها بركله جزاء. طبعا هو غطسه واضحه قوي يعني، وما تستاهلش اي ركله جزاء. تاني حاجه برضو اللاعب بتاع بروكسي اللي طالب بركله جزاء، ما فيش فيها اي ركله جزاء، ده هو يعني رجل بعيد عن رجل خالص، ما فيش اي التحام، ما فيش اي حاجه خالص. ولو كان لعبها بالعرض كانت جول. ختاما، في برضو الكره اللي عجبتني، دونجا خدت 2 شمسيه الماتش ده من هنا لهنا الصراحه، ولا اجمل. يعني 2. دونجا ده والله تقارن دونجا من اي لاعب في بروكسي فرق كبير، تقارن يعني رؤى يلعب في الزمالك ودول يلعبوا في بروكسي. انا مش عارف الصراحه ازاي الناس بتختار اللعيبه بتاعتها. الجدير بالذكر مصطفى حماده ده يا جماعه الصراحه يستاهل الاحتراف، لانه لاعب كوره نضيف قوي، هو مواليد 2000، فهو لاعب كوره تستمتع والكوره في رجله. البدني بتاعه عايز يزيد شويه، ونتمنى السنه الجايه نشوفه محترف، بلاش يجي انديه دوري ممتاز مع مدربين بيلفوا على الانديه ما بيقدروش يطوروا اللعيبه بتاعتهم. في البدايه طالما افتكرت اسم المدرب بتاع بروكسي كابتن محمد حامد، الصراحه من هنا اقدر اقول لك شابوه، انت عملت كل حاجه صح، عملت يعني كل حاجه. الحكم لو كان فير او كان في فار كنت انت كسبت في الماتش في 90 دقيقه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. معروف ان وليد عبد الرزاق زملكاوي، معروف ان هو بيطبل الزمالك او محسوب على الزمالك والاسماعيليه. فهارد لك كابتن محمد، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وفي النهايه اتمنى لحضرتك اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتعليقك على احسن لقطه شفتها في المباراه تقولها لي في الكومنت، وبرد على حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه. السلام عليكم.